يا حاج معلش الناس كانت بترن عليا في المحل بس. لا قليل. ماشي. يا حاج يا باشا، انت لما سالته ايهاب قلت له يا راحت محكمه عسكريه، قال لك راحت محكمه عسكريه ليه؟ انا ما كلمتش حد تاني من بعد ما المحكمه راحت عسكريه، ما اعرفش، ما كلمتش ايهاب تاني. ما هم الرجاله عندك قالوا لك ايه؟ راحت محكمه عسكريه ليه؟ يا حاج انت يعني مش متخيل، هم بيخبوا عليا اي حاجه عشان انا تعبان هنا، مش عايزين يتعبون اكتر ما انا تعبان. مين اللي متابع الموضوع طيب؟ متابع الموضوع روبي ورماني وعم مشهور. تمام. انت ممكن بعد ما تخلص تكلم عم مشهور، عم مشهور فاهم وبيتكلم، او تكلم مثلا عم مشهور، خليك في عم مشهور. ابعت لي رقم عم مشهور. هبعت لك رقم. طب هي راحت عسكريه ليه يا حاج؟ والله ما احنا كلنا، ما هو قال لك عشان خاطر ان دي تبع وزاره التربيه والتعليم. تمام. طب وضعها ايه بقى؟ الناس دي ما بتظلمش عشان تبقى عارف. ما احنا عارفين هو الموضوع فيه ظلم في ايه، احنا عايزين كل اللي عمل حاجه غلط يتجازى عليها، انا ما عنديش مشكله. بس هم لما امر الاحاله طلع بالسته، تمام، راحت المحكمه لا القضيه اصلا ملخفنه، قضيه مش مظبوطه. فقال لك عدم اختصاص بتروح فين؟ يقوم موديها محكمه عسكريه. محكمه عسكريه اللي بتحكم فيها. تمام. انت معايا؟ المحكمه العسكريه هم ما بيظلموش حد، يعني ما بيظلموش، بس عايزه محامي يخش يتكلم. موجود المحامي، المحامي هيتكلم غير بالتفاصيل اللي هي حصلت حقيقيه، ولا هيلف ودور؟ لا، يتكلم بالتفاصيل اللي حصلت الحقيقيه. احنا عندنا حاجه غير التفاصيل اللي حصلت حقيقيه، قول. لا بس يقول التفاصيل يا باشا، يقول التفاصيل حقيقيه، بس مش مشكله خالص. ما هو ده احنا هو دلوقتي انا عارف انت عايز توصل ان هو ايه، هيقول ان انا اشتريت من الحاج هيثم، بس هيثم اشترى من احمد جلال. ده وضع ما فيش مشكله، يقول يا عم. والمحكمه وهي وشأنها برضو لو شافت حاجه ما هتعمله. تمام. انا بس عايز اوصلك ان المحكمه هي دول السته اللي قدامها. خلاص هو ما ينفعش يراجع يقول للاتحادات انت ازاي عملت كده، او يراجع لفلان يقول له انت ازاي عملت كده. دي محكمه مش نيابه، مش في تحقيقات. تمام. يعني الموضوع قدام محكمه خلاص. النهارده بيخش يقول 1 2 3 4 وفلان وفلان وفلان. طب النهارده يا باشا دوت مثلا ده خد حسن نيه، طب ده ليه ياخد سوء نيه؟ انت فاهمني؟ تمام. الامور بتمشي كده بس. تمام. هيقول وانا مش عارف ان هو مش هيقول، ما يقول يا حاج. والله هو انا حاج عايز اضرك، انت مالكش ذنب يا عم، ولا عايز اضر نفسي ولا. والله لو ربنا رايد لي شيء هيحصل غصب عن اي حد، مش بمزاج اي حد. انا مؤمن بالحته دي، ما فيهاش كلام. يا عم ربنا يستر عليك، انت ما اذيتش حد بس. وانا والله العظيم بتيجي سيرتك بقول من احسن الناس اللي عيني قابلتها في حياتي. الناس هنا في الصين بتقابلني اقسم بالله وحياة بناتي، بقول يا جدعان الموضوع انا شاري من حد احسن راجل شفته في حياتي، انا مش بجاملك. وربنا يعلم انا بقول في حقك ايه. والله ما بجاملك، دي الحقيقه. وانا النهارده ما بعرفش اتعامل ليه مع انت راجل صاحب شركه استيراد موبايلات، وراجل عندك خلفيه، وراجل شغال بقالك 25 سنه، وراجل الحمد لله اسمك معروف. انا يعني في اي اختلاف عليك؟ انت لو جبت لي كراتين فاضيه قلت لي اطلع بيعها يا كوكو هطلع بيعها. عارف يا باشا والله، والكلام ده هو انت النهارده جبت لي اي شغل انا ينفع افكر وراك؟ انت راجل صاحب الشغل وصاحب الفكر وصاحب كل، وانت اللي مشغلني في الموبايلات يا عم. ومكاني يا عم، ومكانك يا عم، وربنا يعلم في اختلاف عليك. انا كنت بعمل المكان ده ازاي. طيب هو لغايه النهارده مكانك يا عم الحاج، بس اللي حطك في كلام يعني. انت بتقول اول مره في حياتي اشتري جهاز من مصر. والله العظيم عمري في حياتي ما جبت جهاز. انا هو النصيب بتاع ربنا. وعارف انت لو قلت لي ما تجيبهمش والله ما كنت جبتهم. ايوه انت النهارده بتقول لي مثلا في اجهزه كذا سعرها كويس، افراج جمركي مش عارف ايه، هقول لك لا. قال لي اعرض على كذا، حاضر يا عم، انا ما عنديش مشكله. فالموضوع
مفيش سوء نيه لحد هو انت خالص يعني. النهارده سوء نية معلش لما كان- بتستورد حاجه ولا بتسافر وبتتغرب وبتيجي تجيب لي الشغل، مش عايزين نطلع ندي الزبون ارخص سعر؟ طبعا. والنهارده طبعاً. انا النهارده لو اعرف، لو انا شفت حد، بتدور على اقل سعر عشان خاطر لو انا في المدارس ودخلت المدارس وكان على ايامي تابلت ومسكت في ايدي التابلت ده واعرف ان هو تابلت مدارس، هو انا حتى لو هكسب فيه 100 مليون جنيه هعرضه. دي حقيقه، دي حقيقه. انت او انا او الكلام ما هو فيش النهارده خالص يعني. التابلت بكام؟ ب 3900 جنيه و250 جنيه ضمان رايه، يعني ب 4150. بعناه ب 4250، يعني الجهاز فيه 100 جنيه. هو احنا أيوة أنا عارف. كسبانين فيه 100000 مفيش جنيه حاجة، ما يعني؟ هي لا، ما هي ما فيش فيها الحاجه اللي يعني حتى هم يقول لك لا ده الراجل ده عارف ان الموضوع فيه حاجه وحشه. لكن مثلا لو احمد جالاكسي شاري الجهاز ده ب 2000 جنيه وانت جيت قلت لي الجهاز ده ب 2000 جنيه لا اشك. لا لا يا عم، يا عم لا ما فيش الكلام ده يا عم خالص، مش الكلام ده خالص والله، مش خالص يعني. هو انا تاني يوم اتصلت بيك قلت لك ايه؟ قلت لك يا حاج الجهاز بيعه تقيل، الجهاز غالي، أيوة. الزبون مستغليه. ولقيت الناس كاتبه في التعليقات ده احنا هنروح ناخد من المدرسه الجهاز. قلت لي ايه؟ ايوه حصل. قلت لي ايه؟ بتاع ايه؟ قلت لك لا. يعني انا أنا رجعت. لما لما لقيت التعليقات بتاعت الناس في الكومنتات بتاعت اللايف، اول ما لقيت رحت متصل بيك قلت لك يا حاج الناس بتقول هناخد التابلت ده في المدرسه، ده تابلت مدرسه؟ قلت لي لا يمكن، اجيب لك الافراج فالموضوع انا شايفه من اوله لاخره فيه حسن نيه من عندي ومن عندك. دي ما فيهاش كلام والله. هو النهارده احمد جالاكسي لو 1% كان ركز في ان هو بيشتري وركز ان ازاي الحاجه دي يشتريها، كنا احنا اتحطينا نحط. لا هو برضه معلوش ذنب. ليه معلوش ذنب؟ لان الجهاز ما فيهوش شفره. انتوا يا جماعه اللي بتقولوا الاجهزه دي بتاعت مدارس، فين شفره المدرسه؟ مش حاطينه عليها ليه؟ طب انتوا بتعاقبوني انا ليه؟ ما تعاقب الراجل اللي سرق، تعاقبني وانا لو بفتح الجهاز وفيه شفره ولا فيه حاجه ده انا اولع فيه ولا ابيعه. بس انت فاهمني؟ هي هو ده اللغز كله، هو ده الموضوع، الشفره. انتوا ليه سايبين اجهزه من غير شفره؟ يبقى انتوا بقى في حد جوه معاكم هو عامل الموضوع ده لكده، ومقصوده. يعني مقصوده ان انتوا تسيبوا الاجهزه كده بدون شفرات، لان الاجهزه دي بتنزل من سامسونج فيها الشفره. انتوا سايبين دول ليه؟ الجهاز انا فاتحه متبرشم وفاتحه قدام الناس في اللايف ومجربه قدام الناس في اللايف. هو هل في 1% عارف؟ لو شفت 1% ولا افهم في ان الجهاز ده فعلا بتاع مدرسه والكلام كانت ايدي تتشل قبل ما اعرضه. الكلام ده لازم المحامي يقوله. ما قالوا يا حاج اكيد قالوا، بس الواحد بيتكلم بنيته وضميره قدام الناس هتصدقنا ازاي؟ والحكومه هتصدقنا ازاي؟ وهنوصل في حد تاني يتكلم في سلطان في حاجه ولا خلاص الموضوع اتقفل؟ ما انا وسلطان ومحمد اللي خدوهم المحل في المشكله. طب سلطان الراجل ليه ذنب في ايه؟ ولا بيتعامل في اجهزه ولا بيتعامل في حاجه ولا بيتعامل في موبايلات. لا بكلمك انا هو حد راح له ولا حاجه اليومين دول ولا لا؟ لا مفيش حاجه لا مفيش حاجه، الامور مستقره يعني. تمام. ما محمد خدوه. محمد خدوه عشان كانوا راكبين تليفون اخت الولد اللي هو يعتبر سارق. طب احنا عايزين طب هم يخرجوا الراجل اللي سارق ازاي طيب؟ ما هو محمد غشيم عشان هو خاطر محمد اللي عمل لنفسه الكعبله دي كلها. هو الراجل اللي سرق اصلا الحكومه تخرجه ازاي؟ هو بقى ما تفهمش، هو ربنا عمل قاضي، ربنا هو ليه نصيب ان هو يطلع. ما هو دلوقتي هو هربان، مش عارفين يجيبوه، لان هو ده طرف رئيسي في الموضوع. خلي بالك، لا انت طرف ولا سلطان طرف ولا محمد طرف، دول 3 أو 4 اطراف اللي موجودين في الموضوع. اللي هو الولد اللي خد وبتاع التاكسي اللي هو هربان دلوقتي وبندق. انت فاهم؟ هم دول ال3 اطراف المفروض اللي هم في القصه وفي الموضوع. انما محمد غبي اتاخد عشان خاطر لقوه مع البت، هما كانوا راكبين تليفون البت، ده اللي انا عرفته يعني. انت فاهم؟ عشان عايزين اخوها، فلقوا محمد. تعالى يا محمد. يا عم محمد بتدخلنا في قصه ليه؟ ما انت قاعد
سخن خلاص يا بقى حاج إيه؟ انا هخلص شغلي وانزل اواجه، ما عنديش مشكله، انا ما عنديش مشكله.